ADHD ده مؤامرة من شركات الأدوية عشان يبيعوا لك أدوية. أنا آسف إني بدأت الفيديو بالكلام ده، بس ده للأسف اللي بيتقال لكم كل يوم. كلام يمكن يبان طبيعي ومطمئن، لكنه في الحقيقة مضلل وخطر. تعالوا في الدقيقتين الجايين دول نكسر الخرافات دي واحدة واحدة وأعرفكم الحقيقة. أولا، اللي بيقول لك إن المرض ده مصنع، طيب بص معايا هنا، ده اسمه فحص الرنين المغناطيسي الوظيفي. الدراسات اللي استخدمته اظهرت اختلافات واضحه في بيئه ووظيفه دماغ الاشخاص المصابين بال ADHD، خصوصا بقى في الفص الجبهي، وده المنطقه المسؤوله عن التركيز، التخطيط والتحكم في الاندفاعات. فده مش وهم، ده اضطراب نمو عصبي حقيقي ومثبت علميا، مش استجابه طبيعيه لبيئه غير طبيعيه. هم يقول لك برضه ليه علاقه بمحور الدماغ والامعاء، يقول لك برضه اللي بيساعد كده فيتامين دي. بص، الاكل الصحي مهم طبعا، وفيتامين د اكيد مهم، وصحه الامعاء مهمه 100%، بس هل هم السبب وهل هم العلاج الوحيد؟ لا، التبسيط ده هو المشكله، انك تختزل اضطراب وراثي بيولوجي وبيئي معقد جدا طبق سلطه او قرص فيتامين بتضليل. الاكل الصحي عامل مساعد مش علاج بديل. لو عندك نقص فيتامين د اعراضك هتسوء بالفعل، لكن تصليح النقص ده مش هيشفي الاضطراب لوحده. نيجي بقى للبعبع بتاعنا، الادويه. بيقول لك ده عشان المبيعات والشركات تكسب، وفي الاخر الناس ما بتتحسنش. الادويه ديت اللي بتتوصف طبعا تحت اشراف طبي دقيق جدا، هي خط العلاج الاول والاكثر فعاليه لملايين البالغين. هي مش بتشفيه، لكن بتساعد مخك يشتغل بشكل اقرب للطبيعي. انا زي ما قلت لك ان المشكله دي مشكله عصبيه، فهنا الادويه بتلعب انها تعيد توازن النواقل العصبيه اللي فيها الخلل ده. فالدواء هو اللي بيدي الشخص الفرصه اصلا انه يركز، انه يطبق سواء العلاج السلوكي او ينظم وقته او حتى يفتكر الاكل الصحي اللي هم قالوا له عليه. الخلاصه، التبسيط اللي انت بتسمعه ده مؤذي. لما تقول لمريض ان اضطرابه الحقيقي مجرد وهم او نقص فيتامينات، احنا كده بنحسسه بالذنب على حاجه خارج ارادته، ان المرض ده مرض عصبي مع كل طبعا الامراض النفسيه والعصبيه. الصحه هنا منظومه متكامله، علم، علاج سلوكي، تغذيه، نوم، واحيانا بقى الدواء. فما تخليش حد يبيع لك حل سحري وهمي على حساب صحتك. في الاخر طبعا لو الفيديو ده صح لك ولو معلومه صغيره عندك، اعمل له سيف وبعد الفيديو لاي حد فاكر ان الاضطرابات العصبيه والنفسيه اللي ممكن يتعالج بطبق سلطه او حبايه فيتامين، لان بجد التبسيط اللي بيظهر على السوشيال ميديا لكل الامراض دي حاجه مؤذيه.